في اعمال كتير لما نزلت الجمهور حكم عليها بسرعه، افلام ما نجحتش مع الجمهور عشان ما فيهاش نجم شباك، ومسلسلات ما نجحتش بسبب التوقيت الغلط للعرض. في حلقه النهارده هنتكلم عن 10 اعمال الجمهور ما قدرهاش كويس مع انها كانت تستحق فرصه اكبر من كده. ويلا بينا نبدا. العمل رقم 1 معانا في حلقه النهارده وهو مسلسل موعد مع الماضي، اللي من بطوله آسر ياسين ومحمود حميده وشيرين رضا وراكين سعد. قصه المسلسل باختصار بتتكلم عن يحيى اللي بيخرج من السجن بعد 15 سنه حبس، وبيحاول يعرف مين اللي قتل اخته بعد 15 سنه. المسلسل ما فيهوش لحظه ملل عشان مكون من 6 حلقات بس، والاخراج بتاعه بيخليك قاعد على طرف الكرسي وانت بتتفرج، والجريمه مكتوبه بشكل اكتر من رائع عشان يخليك تشك في كل الشخصيات. المسلسل من اعمال نتفليكس الاصليه، ويعتبر هو النسخه العربيه من مسلسل هو كيل سارة، وبالنسبه لي هو افضل عمل مصري على نتفليكس بعد مسلسل ما وراء الطبيعه. كمان في ميزه مهمه نسيت اقول لك عليها، هي ان وانت بتتفرج مستحيل تتوقع مين اللي قتل ناديه. افتكرتني؟ انا قلت برضه دول 15 سنه. 15 سنه صورتين ما بيفرقونيش. اختي اللي قتلته غرق. والعمل اللي بعد كده معانا هو فيلم أعز الولد من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة. الفيلم بيتكلم عن 3 جدات أحفادهم بيتخطفوا، وخلال أحداث الفيلم بنشوف هيتصرفوا إزاي عشان ينقذوا أحفادهم. الفيلم ده يعتبر أول فيلم ما ينزلش في السينما أصلا، بينزل على منصة شاهد على طول. مفيهوش نجم نقدر نقول عليه إنه شايل العمل، وده أكبر سبب خلاه منجحش، رغم إنه من أفضل الأعمال الكوميدية العائلية اللي شفتها آخر 10 سنين. الفيلم مليان ضيوف شرف زي أمينة خليل وعمرو يوسف وريهام عبد الغفور وعمرو سلامة وأروى جودة. فبكل بساطة لو عايز حاجة تتفرج عليها انت والعيلة، ارشح لك الفيلم ده بقوة. في حيازتي 5 أطفال مطلوب قدامهم 5 مليون جنيه. نورا وسيف دول يبقوا أحفادك واتخطفوا، والعصابة طالبة فدية عشان ترجعهم. يلا الست دي شكلها هتودينا في داهية. العمل اللي بعد كده معانا هو مسلسل عملية ميسي من بطولة أحمد حلمي وبشرى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى. قصة المسلسل بتتكلم عن القرد مسعد اللي بسبب ظروف معينة بيكون بيقدر يتكلم ويفكر زي البني آدمين، والجهات السيادية بتستغل الموضوع ده للقبض على عصابة دولية بتهدد الأمن القومي. وبسبب القصة الغير معتادة برضو المسلسل بيقدم كوميديا غير معتادة، وأكبر دليل إن المسلسل ده فيه حاجة مختلفة ومميز إن هو المسلسل الوحيد في تاريخ أحمد حلمي. 5 شرايط. بعت صاحبك ب5 شرايط باركنول يا باركنول. العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم الأصليين من بطولة ماجد الكدواني ومنة شلبي وخالد الصاوي. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن سمير اللي بيترفد من شغله وبيلاقي قدام باب شقته تليفون مبعوت له من شخص مجهول. الفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد اللي كل أعمالهم بتنجح. الفيلم ده هو الفيلم الوحيد ليهم اللي ممكن الناس ما تفتكروش أصلا، والقنوات بتقلل عرضه بسبب وجود رموز سياسية فيه. وبالمناسبة في الفيلم ده أحمد فهمي بيظهر كضيف شرف مجرد مشهدين بس بيعمل دور من أفضل أدواره. احنا الأصليين يا سمير، الرب في السماء بيراقب عبيده، واحنا ايه غير بشر بنقلد الفكرة. ماما، هو الشرايط القديمة بتاعتي وانا صغير لسه عندك؟ العمل اللي بعد كده معانا هو مسلسل 2 في الصندوق من بطولة أس وحمدي المرغني وانتصار وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد. قصة المسلسل بتتكلم عن 2 اخوات بيشتغلوا زبالين مع ابوهم، بس حياتهم بتتقلب بسبب قصة من 20 سنة. المسلسل بشكل غير مباشر بيورينا المعاناة اللي بيتعرض لها الزبالين في مصر، وبيورينا نظرة المجتمع ليهم، وبيورينا ازاي ممكن النظرة دي تتغير بسبب الصدفة. المسلسل ده من وجهة نظري افضل اعمال أس وحمدي المرغني، والكوميديا بتاعته بتعتمد على المواقف مش القلش الرخيص. زبال ما تحاولش. لا هحاول وهفضل ورا حلمي. مرحلة الزبالة دي مرحلة مؤقتة لحد ما الواحد يحقق طموحه. العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم قط وفار من بطولة محمود حميدة ومحمد فراج وسوسن بدر، ويعتبر الفيلم الوحيد اللي من إخراج تامر محسن وآخر أعمال المؤلف العظيم وحيد حامد. قصة الفيلم بتتكلم عن ولد غلبان حياته بتتقلب بعد ما أمه بتموت في بيت وزير الداخلية، وكعادة وحيد حامد الفيلم من نوعية الكوميدي سياسي. وعموما أفضل أدوار محمد فراج بتكون مع المخرج تامر محسن. اوه ماي جاد حمادة يا حبيبتي يا ماما. مالها ماما حبيبي؟ انت بتعدي تقولي وانا واقف معاها. انا ما بخافش من حد. أنا وزير الداخلية. اسكت.
العمل اللي بعد كده معانا هو مسلسل عد تنازلي من بطولة عمرو يوسف وطارق لطفي وكند علوش وسيد رجب. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن شخص حياته بتتحول من بني آدم عادي لإرهابي بسبب ضابط. أفضل أداء في المسلسل من وجهة نظري كان الفنان طارق لطفي، وأكبر إيجابية في المسلسل كانت السيناريو اللي هيخليك كل ما تشوف حلقة تشغل اللي بعدها عشان تعرف إيه اللي هيحصل، وكل حلقة التوتر بيزيد أكتر من الحلقة اللي قبلها. قدامك 40 دقيقة. ابن انا بقى ارهابي. انا بني ادم عادي واتظلم ومش قابل بالظلم ده وعايز اجيب حقي. العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم 122 من بطولة أحمد داوود وأمينة خليل وطارق لطفي. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن طارق وأمنية اللي بيعيشوا أصعب يوم في حياتهم بعد ما بيتعرضوا لحادثة على الطريق. الفيلم ما خدش حقه خالص رغم إنه يعتبر من وجهة نظري أفضل فيلم مصري من نوعية الإثارة والغموض والتشويق، وبرضه أفضل دور في الفيلم بيكون دور طارق لطفي بشخصية الدكتور. كمان من أفضل الحاجات في الفيلم ده الإخراج اللي كان عارف يستخدم الصورة والموسيقى والألوان عشان يوصل إحساس التوتر. هي أنا اتكلمت مع كل المستشفيات القريبة من الحادثة وأكدوا لي إن مفيش أي مصاب دخل بمواصفات مصري يعني. العمل اللي بعد كده معانا هو مسلسل بيمبو من بطولة أحمد مالك وويجز وهدى المفتي. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن الديلر بيمبو اللي الظروف بتخليه مضطر يدور على واحدة مخطوفة. في المسلسل ده ويجز بيثبت إنه مش بس مغني ناجح، ده كمان ممثل موهوب. وأفضل حاجة في المسلسل ده الإخراج اللي كان عارف يحول قصة عادية لمسلسل مختلف. بس زي ما أنا بشكر في المسلسل، أنا برضو بقولك إن مش لكل الناس. أي حد سنه فوق ال30 مش هيعجبه المسلسل ده لأنه بيعتمد على الكوميديا الشبابية زيادة عن اللزوم. انت والحاج عارفين كويس قوي ان اهم واشطر ديلر عندكم. على فكره انت مستهتر قوي ببيمبو، واونستلي هو عبقري. عقلك دايما بيحاول يحميك. واخر عمل معانا في قائمه النهارده وهو فيلم طارق صناعي من بطوله ماجد الكدواني وحوريه فرغلي وسيد رجب ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد. الفيلم قصته باختصار بتتكلم عن راجل بياخد مراته ويروح السفاره الامريكيه وبسبب الصدفه بيتحول لارهابي. الفيلم بيقدم كوميديا سياسيه اكتر من رائعه، ولو ما شفتش الفيلم ده انصحك تشوفه لان فايتك كتير. كان مخطوطه في السفاره الامريكيه واحتجاز رهان يا فندم. I am Admiral حافظ البرديسي manager of security of security يا فندم. انا قلتها يا ابني. زي ما هيفوتك كتير لو ما اشتركتش في القناه. وبس كده، لو شايف ان في اي عمل كان المفروض ما يتحطش في القايمه دي، او شايف ان في اي عمل كان المفروض يتحط وانا ما قلتوش، يا ريت تقول لي في التعليقات. وسلام.